الجغرافيا عامة عندنا فرعين. الجغرافيا فرعين. الفرع الأول جغرافيا اسمها جغرافيا طبيعية، والفرع التاني اسمها جغرافيا بشرية. الجغرافيا الطبيعية دي بقى زي المناخ، زي التضاريس، زي الجغرافيا اللي مثلا جغرافيا البحر والمحيطات، كل دي اسمها طبيعية. لكن الجغرافيا البشرية الحاجة اللي الإنسان بيعملها. طب هي الجغرافيا السياسية دي مين اللي عملها؟ مش الإنسان؟ فلما أجي لك هنا وأقول لك إن من ضمن فروع الجغرافيا البشرية الجغرافيا السياسية، ممكن تعرف الجغرافيا السياسية هي فرع من فروع الجغرافيا ليه؟ البشرية. رقم واحد، ايه موضوع الدراسة؟ يعني ايه؟ يعني ايه موضوع الاهتمام؟ تلاقيها بتدرس حاجتين، بتدرس المقومات وبتدرس التنظيم الداخلي. وقبل ما اكمل تعالى اقول لك ان المقومات دي بتنقسم لحاجتين، مقومات طبيعية ومقومات بشرية. بص كده يا فندم، يبقى هي طلعت موضوع الدراسة بتاعتها بتدرس مقاوم طبيعي وبشري وبتدرس تنظيم ايه؟ داخلي. طب بتدرس كل ده ليه؟ عشان تعرف هي المقومات ليها تأثير على حاجتين. الحاجة الأولى على القوة السياسية للدولة، الحاجة التانية على العلاقات الخارجية. سمي الله بقى كده وصلى على رسول الله، وتعالى نطلع مع بعضنا شوية استنتاجات لطيفة جدا. حضرتك قلت لي ان الجغرافيا فرعين، طبيعي وبشري، وبما ان الجانب ده اللي هو بتاع الجغرافيا السياسية الانسان اللي بيعمله، تبقى تعريفها الجغرافيا السياسية فرع من فروع الجغرافيا ليه؟ البشرية. سيبك من ده سهل. انت بتدرس ايه؟ بدرس مقومات الدولة الطبيعية البشرية. يعني ايه بتدرس المقاوم الطبيعي؟ يعني بدرس مثلا هل الدولة دي فيها أراضي زراعية؟ يبقى فيها إنتاج زراعي. هل الدولة دي مثلا فيها أمطار؟ يبقى فيها مياه عذبة. طب هل الدولة دي فيها عدد سكان كبير في الجانب البشري؟ طب لو عدد السكان كبير يخدم الجيش. طب لو عدد السكان كبير يعمل لك قوة اقتصادية. يبقى أنت بتدرس هل الدولة